Ciao carissimi و carissima, bentornati in un nuovo video. أهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم سارة البحيري un'insegnante di italiano، مدرسة إيطالي. للناس اللي أول مرة بتشوفني، أنا عاملة قناتي بقالي سنتين تقريبا، وبدرس إيطالي بقالي حوالي 10 سنين. أهلا بيكم في حلقتنا النهاردة. لو انتوا أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وتعالوا نشوف حلقتنا النهاردة هناخد فيها البريبوزيسيوني، حروف الجر. بس هل هناخدهم كلهم؟ لا، هناخد لا بريبوزيسيوني ومش كله. انا هعمله من خلال اون بيكولو كويتس كده، تمرين صغير. الناس اللي عندها خلفيه هتبدا تجاوب، واللي مش عندها خلفيه هتستنى لما انا هقول الاجابه وهتعرف ليه انا استخدمت حرف الجر ده في الجمله دي. لان طبعا زي ما انتوا عارفين مشكله حروف الجر الفظيعه ان هي ملهاش علاقه بالترجمه الحرفيه في العربي، ان كل حرف جر ليه كلمه معينه. لا، في الايطالي حرف الجر ملوش معنى ثابت في العربي، ده هو بيبقى ترجمته في العربي على حسب موقعه في الجمله. يعني انا بعرف له مجرد عباره عن شويه شروط، ان انا لما اشوف الشرط ده بيتحقق حرف الجر ده، فبيبقى معناه هنا الى، معناه هنا عن، معناه هنا في. نفس حرف الجر، نفس حرف الجر بيتغير على حسب ترجمة الجملة بالعربي، لكن على قاعدة الإيطالي استخدمنا ده عشان أسباب معينة. أنا بدعم فكرة دايما إن أنا أقوله من خلال سؤال عشان أخليك شوية تركز وتشغل دماغك معايا وتشوف الجملة. طب هو هي قالت هناخد فأكيد هحط حرف الجر بس هل هحط بس اللي هي اسمها سيمبليتشي يعني بسيطة، ولا هحط ارتيكولاتا يعني مركبة؟ ايه سيمبليتشي ارتيكولاتا ده؟ قبل ما نبدأ حلقتنا لازم تبقوا عارفين ان حروف الجر دايما في منها نوعين، يا اما سيمبليتشي حروف جر بسيطة، يا اما ارتيكولاتي يعني معاها ارتيكولو. باسمها كده عشان بيتضاف معاها أداة التعريف، لو تفتكروها لولا وهكذا، أدوات التعريف اللي درسناها قبل كده. اوعوا تفكروا تذاكروا حروف الجر من قبل ما تكونوا فاكرين كويس جدا وبتعرفوا تستخدموا كويس جدا أدوات التعريف، لأنها بتعتمد عليها بشكل كبير قوي. عشان ما نقعدش نتكلم كتير أو نحرق الحلقة النهاردة، تعالوا يلا بينا نشوف أول سؤال. أول جملة بقى أو أول سؤال عندي لما أقول إيو vado puntini puntini casa. Io vado a casa. برافو عليكم، كازا. ليه استخدمت حرف الجر لان ده كازا عبارة عن مكان من الاسماء او من الاماكن اللي بتاخد دايما معاها حرف الجر بالاضافة ان انا لقيت فيربو اندار يعني يذهب. فلما بلاقي فيربو اندار يذهب وبلاقي كلمة مكان زي شوية اماكن هقولها لكم دلوقتي، بنستخدم معاها حرف الجر semplice. io vado a casa يعني انا اذهب الى المنزل. ولو قلت برضو يستو أكازا يعني أنا في البيت برضو، أو أنا أبقى في المنزل، قلت برضو أكازا. إيه ده؟ يعني جاب بمعنى إلى وجاب بمعنى في، جاب بمعنى إلى وجاب بمعنى في. إيه كمان أماكن بتاخد سيمبليتشي بسيطة كده، نفس الفكرة دي. سكولا رايح المدرسة، سكولا إلى المدرسة. وكمان السرير اسمه ليتو، فبقول فادو أليتو يعني رايح انام. فادو أليتو اذهب الى السرير، المقصود بيها ان انا رايح انام. وهكذا بعض الاماكن الكتير قوي اللي بتاخد هنعرفها مع الوقت من خلال تمارين والجمل اللي بنستخدمها. هتلاقوكوا انتوا بتعرفوهم كتير جدا، لو انتوا اوريدي بتدرسوا ايطالي باستمرار هتلاقوكوا بتتعرضوا لحروف الجر كتير قوي في اي جمله واي قطعه بتستخدموها، فبتبداوا تاخدوا بالكم ده هنا استخدم كذا مش كذا عشان كذا. تمام. طيب نيجي للجمله رقم 2. لما اجي اقول لك مثلا io torno dal lavoro 5. Io torno dal lavoro 5. alle 5. alle. ايوه alle. ليه alle؟ ليه alle 5؟ ليه في الخامسه؟ احنا مش لسه قايلين في ما انا قلت برضو ان في ارتيكولاتا فيها اداه تعريف. لو تلاحظوا هنا انا قلت alle 5، ودي حاجه كده تحفروها في دماغكم كويس جدا، اني مع الساعات لما احب اقول اوراريو ميعاد حاجه دايما بستخدم، لو الساعه 1 بقول alla apostrofo una فبتبقى اسمها alluna. alluna. من بعد أونا، من بعد الساعة 1 ببدأ أقول كلهم alle.
alle 2 الساعة 2 alle 3 الساعة 3 alle 4 وهكذا. بحط الأرقام وقدامها كلمة alle أو أداة التعريف بحرف الجر بقت اسمها alle، وأقول على طول الرقم بقى كده في الساعة الفلانية. تمام كده؟ طب هي الأل دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن لا بريبوزيزيوني اللي احنا قلنا من شوية زائد الارتيكولو ديترميناتيفو. لو تفتكروا لما خدنا الساعات كانت أداة التعريف بتاعتها دايما مع الأونة اسمها الأبوستروفو، من بعد أونة كلها كانت ليه. فأنا لما بدمج مع ال أبوستروفو بتديني الأبوستروفو، فبتبقى اسمها اللونة. لكن لما بدمج مع اللي بتبقى اسمها اللي. رقم 3 io vado Roma، أو ممكن أقوله بشكل تاني مثلا io abito بونتيني روما. الوقت لو قليل وقفوا الفيديو وحلوا واعملوا، لو وبعد كده شغلوه كملوا لو انتوا عندكم خلفية عن حروف الجر. لو لا انا هقول بسرعة الإجابات برضو عشان تستفيدوا معانا. لما اجي اقول ايو فادو بقول روما، الى روما. ولما قلت ايو ابيتو برضو ايو ابيتو روما، يعني انا اذهب الى مدينة روما او انا ساكن في روما. ايه ده؟ هقول لكم لان هنا المدن دايما مع بعض الافعال بتاخد حرف الجر سيمبليتشي. اللي هي من غير أداة، زي لما أقول روما، ميلانو، نابولي، أليساندريا، أي اسم مدينة مصر بره مصر، المدن دايما بتاخد حرف الجر مع بعض الأفعال، زي لما قلت يوفادو يعني أنا أذهب، أو إيو أبيتو أنا أسكن، أو إيو سونو أنا أكون، وهكذا. تمام؟ يبقى في كده أفعال بتلاقيني مثلا ممكن أقول إيو فيفو أنا أعيش، كل ده هياخد مع المدن. تمام كده؟ بس خلي بالكم من كايرو، بقول دايما اسمها الكايرو القاهرة، فلما بحب احط لها حرف الجر بقول الكايرو، بتتحط ارتيكولاتا. ايه كمان بستخدم معاه لا بريبوزيزيوني سواء سيمبليتشي او ارتيكولاتا. 4 ماريا esce con gli amici e vanno insieme cinema. ماريا esce con gli amici بتخرج مع اصحابها e vanno insieme وبيروحوا مع بعض cinema السينما. يا ترى هقول ولا ارتيكولاتا؟ برافو عليكم، السينما، عشان انا عندي شويه اماكن كده بحفظهم دايما مدمجه، ويا ريت تعرفوها اسمها ايه على طول بدل ما تقعد تفكر كتير في اداه التعريف. مثلا سينما انا عارف انها ماسكيلي سنجولاري بتاخد فبقول السينما، مع دايما دمجها بيبقى لما اقول كمان البار الى الكافيه، الريستورانتي الى المطعم، السوبرميركاتو الى السوبر ماركت، وهكذا. اماكن السنترو كوميرشالي للمول او المركز التجاري، السنترو كوميرشالي، كل دي اماكن بتاخد مدمجه باداه التعريف. عندي كمان الباركو الى الحديقه، وهكذا. طبعا اكيد مش هعرف اجيب لكم كل ده في وقت واحد او في حلقه واحده، بس دول بتاخدوا كده المفتاح، وبعد كده مع الوقت بتبداوا انتوا تلاحظوا ليه هنا ليه ليه حروف الجر الباقيه، وهكذا. رقم 5، جملة رقم 5 io telefono بونتيني باولو. عايزة أقول أنا بتصل بباولو، فجت هنا الحرف هيجي بمعنى بي. تمام؟ في العربي يا ترى إيه؟ طبعا شغالين في هتقولي طب احنا هنفكر في ايه، ما هي هتبقى بس انا ليه هنا استخدمت هي فعلا هقول ايو تليفونو باولو، يعني انا بتصل بباولو. فانا هنا حطيت علشان فيربو تليفوناري معناه يتصل بي، بياخد دايما، فاسمه تليفوناري كوالكونو. تليفوناري كوالكونو يعني يتصل بشخص. طب ايه تاني على نفس الفكرة دي؟ افعال بتاخد حرف الجر زي مثلا فيربو scrivere qualcosa a qualcuno، يعني يكتب حاجة لحد. io scrivo una mail a mia madre، بكتب ايميل لمامتي، una lettera، وهكذا. يبقى scrivere qualcosa a qualcuno.
عندي كمان راكونتاري، راكونتاري بمعنى يحكي، يحكي حاجة لحد، فهي برضو راكونتاري qualcosa أو qualcuno. عندي كمان فيربو ديري، ديري qualcosa a qualcuno، يقول حاجة لحد. وعندي برضو كمية أفعال حلوة كتير كده بتاخد دايما مع حرف الجر. مش هنقدر نلمهم كلهم في حلقة واحدة، بس انتوا هتعرفوهم مع الوقت. كفاية علينا كده النهاردة، ذاكروا شوية دول كويس جدا، وابدأوا لما يقابلكوا تمرين أو أي حاجة تخص حروف الجر ابدأوا ركزوا بالذات في حرف الجر لحد ما ناخد الباقيين. واشوفكم على خير في حلقة جديدة. معاكم سارة البحيري. تشاو تشاو.